بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فصل: لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. طهارة قسمان كما ذكرنا سابقا: طهارة ترابية وطهارة مائية. المائية قلنا فيها الغسل طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث قسمان: صغرى وكبرى. طهارة الخبث يعني فيه لا قسم واحد وهو إزالة النجاسة. طهارة الترابية وهي التيمم، والتيمم بدل عن الطهارة المائية. إذا لم يجد المكلف الماء ينتقل إلى التيمم، والتيمم يكون بدلا عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر كليهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا هو أصل التيمم. شرع في الرجوع من غزوة بني المصطلق أو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لها قصة سببها السيدة عائشة رضي الله عنها لما ضاع عنها عقدها فبات الناس على غير ماء فنزلت آية التيمم ورخصة. وقال التيمم يعني هو القصد، يمم في اللغة هو القصد. ذكر أسبابه، هي أسبابه 3 أو 4، ذكر منها 2. فصل: لخوف ضر. خوف الضرر على 3 أقسام. أولا، إما أن يخاف أنه إذا اغتسل أو توضأ يمرض، يعني المرض ما فيهش، ولكن لو كان يغتسل والله يتوضأ يمرض. هذه أولا. والثانية، إذا كان فيه جرح مثلا ومسه الماء يطول ما يضع، يعني يطول برؤه، طول شفاء. والثالثة يزيد، يعني يغسل يزيد يمرض بالماء. هذا لخوف ضر. والثاني لعدم الماء، يعني ما عندوش الماء الذي يكفيه لغسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء ولتعميم الماء بكامل الجسم في الاغتسال. يعني إذا كان عنده الماء الذي يكفيه ليغسل به أعضاء الوضوء مرة بدون أن يغسل اليدين إلى الكوعين وبلا المضمضة والاستنشاق وغسل الأذنين، مسح الأذنين، وبدون تكرار 3 مرات، عنده مياه تكفيه، هذا لا يجوز له الانتقال إلى التيمم، وإنما تسقط عليه النوافل، تسقط عليه سنن الوضوء ومستحباته. أما الاغتسال الأمر واحد، ما فيهش المياه الزائدة، يعني يبقى إذا عنده عنده ماء يكفيه لغسل الجسم نتاعو، نص الجسم لا يجزئه ذلك. وإلا عنده الماء ليتوضأ به ولكن ما عندوش اللي يغتسل به، هذا لا يصح له
الوضوء. وفي حكمه كذلك من كان عنده ماء ولكن يستعمله للشرب ويستعمله للطبخ إذا كان مسافرا مثلا، فهذا كذلك في حكم المعدوم، ما يقولش راح عندي الماء ونشرب به ونقضي به السؤال، اللهم إلا إذا كان يعني أمور زائدة يقتصر على الضروريات فقط، على الضروريات من حياته اللي يستعملها. أما الزوائد ديك اللي يزيدها الوضوء أولى منها، يتوضأ أولى من يروح يغسل أمور هو في غنى عنها. هذا اللي خوف لعدم الماء، فصل لخوف ضر أو عدم ماء. الثاني يعني عدم وجود الماء الصالح للاستعمال، الطهور، ماء الطهور. أما إذا كان عنده ماء ممسخ وفيه صابون هذا لا يصح، ما يقولش عندي ماء. السبب الثالث وهو خروج أو مخافة خروج الوقت. مخافة خروج الوقت، لو كان يجي يتوضأ يأذن العصر والله تغرب الشمس والله تطلع والله يأذن العشاء أو يطلع الفجر، هذا يجب عليه الانتقال للتيمم ولو كان جنوبا. ناض 5 دقائق قبل طلوع الشمس قام جنوبا مازال ما صلاش، يصلي بالتيمم وحتى بنجاسته إذا كانت على ثوبه نجاسة، لأنه الماء ما عندوش والله كان يروح يغسل الثوب يطول والله يبدله يخرج الوقت. هذا يبين لك أهمية المحافظة على وقت الصلاة، المحافظة على وقت الصلاة. صلي عليك الحدث الأكبر وما تخرجش في وقته. هذا الثالث، السبب الثالث. فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة تيمما، ويعني عوض من الطهارة المائية، وإلا هما في زوج الطهارة، في التيمم في الطهارة وإنما بالطهارة المائية، وينوب عن الاغتسال وينوب عن الوضوء كذلك. فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. التيمم لم يبين ما هو وكيف هو، يبدأ بالفرائض، ولكن بين أولا رتب على الأمور التي يكون فيها التيمم، لأن هذا من العادة في الكتب يؤخرون هذا وش يصلي، وش هي الحواجز اللي يصلي بها، الأمور التي يفعلها بالتيمم، ولكن هو قدمها على أساس أن هذه فقط هي التي تفعل بها التيمم، ومن بعد أعرف فرائض التيمم. وصلي فرضا واحدا، يعني من كان فيه دين صلوات أو جمع بين صلاتين يتيمم للظهر عاود كي يسلم عاود يتيمم للعصر، وإذا كان فيه دين كثير يعاود يتيمم للمغرب يعاود يتيمم للعشاء يعاود يتيمم، سواء كانت الفروض مجتمعة أو كانت متفرقة. الفرض وهو الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء الصبح. وصلي فرضا واحدا فقط، يصليش زوج. وإن تصل جنازة وسنة به يحل. هناك واحد بالنسبة لصلاة الجماعة، بالنسبة للوصل، وصل الجنازة وصل التنفل، لكل المتيممون فيها سواء، إن حتى المتيمم فيه أنواع، كان الحاضر الصحيح الذي لا يجد ماء، وكان الذي لا يقدر على استعمال الماء، والمسافر، ثلاثة كلهم أحكام خاصة، كل واحد عنده حكم من هذه الأحكام. بالنسبة الذي فرضه التيمم
هو اللي ما يقدرش يمس الماء، لو كان يمس الماء يمرض كما ذكر. هذا له يعني هو أوسع في استعمال الوضوء، في استعمال التيمم. الحاضر الصحيح هو في بلاده مش مسافر وصحيح، ولكن ما لقاش الماء، ما لقاش الماء. هذا عنده بعض مش كل الحوايج يديرها بالتيمم كما سنبين. المسافر وإن كان صحيحا ولكنه مسافر عنده زيادة تقريبا، هو والمريض تقريبا كيف. بالنسبة لي وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحيى، سواء كان فاقدا للماء أو كان فرضه التيمم أو مسافرا، هادو في ثلاثة يقدر يصلي. مثلا صلى الظهر وبعد الظهر قاموا لصلاة الجنازة، يطيق موضوع معاه كل يعني يصلي بالجنازة بذلك التيمم اللي تيمم صلاة الظهر، إنه يصلي الجنازة هذه الأولى على أفضل الجنازة لأن لها أحكام خاصة كذلك. إذن سواء كان فرضه التيمم أو لم يجد الماء وصلى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر بدون إطالة، يعني بقيت الصلاة وناضوا صلوا ويصلي الجنازة وينوض ينفل كذلك، يقدر ينفل يجيب التراويح كاملة مثلا بذاك النفل تاع العشاء، التراويح كاملة يجيبها بالتنفل تاع العشاء مثلا. وجاز للنفل وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به، يعني يصل به يحل. ولكن إذا كان واحد إذا كان مريض لو كان يمس الماء يمرض، هذا يجوز له يتنفل، ويجوز له يتنفل بالتيمم، ويجوز له أن يصلي الجمعة، ويجوز له أن يصلي الجنازة. أما بالنسبة للحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح يمنع عليه التنفل استقلالا، ما عندوش الماء يروح يتيمم باش يتنفل، لا يصح منه ذلك، ما يصحلوش، وإنما ينفل هكذا، يتيمم للفرض فقط، يتيمم للفرض. وإلا إذا كان نافلة بعدها تكون تبعا لذاك التيمم نتاع الصلاة. كذلك في صلاة الجنازة هو ما لقاش الماء، كانوا في مكان بعيد وما لقاش الماء، نقض الوضوء، خاف الناس تصلي عليه، خلي تفوت وما يصليش الجنازة. إذا كان حاضرا صحيح ما عندكش الماء ماكش مطلوب به، ماكش ملزوم، لأن الجنازة فرض كفاية مثلها مثل النفل، ماكش مطالب بأنك تصلي. والجمعة فيها خلاف، إذا كان حاضرا صحيحا هل يروح يصلي الظهر يصلي في داره والجمعة ساقطة عليه على أنها فرض يومها أو على أنها بدل الظهر، والله يصلي معهم على أنها فرض يومها، يصلي معهم في الخلاف. وإن كان هذه مسألة تاع الحضور قليل وين تصل، يعني واحد حاضر ولا يجد ماء، خاصة هو في وسط البلد، في حالة واحدة إلا إذا خاف خروج الوقت، هذه من العادة، يعني من العادة من الواقع أنه لا بد أنه يلقى الماء، يروح للحاسي ويتوضأ به، مش ما لقاش الماء في العين خلاص ينتقل للتيمم، لا يصح. وإنما كما سيذكر من بعد شحال يطلب يحوس عليه، والطلب اطلبه بوسع المقدرة. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، ولكن بشرط ما يطولش بين الصلاة، بين صلاة الفرض وبين القيام للتيمم، قد ما أذكار لبعد الصلاة، هذاك مكان ديك
2 دقائق، دقيقة ونص ولا 2 دقائق، وينوض ينفل. أما إذا طول خلاص لا يروح إذا كان ما عندوش الماء. أما إذا كان فرضه التيمم يعاود يتيمم. المسافر والو، المسافر كالآخر، كمن فرضه التيمم، كمن فرضه التيمم. إذا كان عنده الماء راه يتوضأ، إذا كان لم يجد الماء راه يتيمم. كنت على سفر ولم تجدوا ماء، يعني مش عنده هو مسافر وعنده الماء ويروح يتوضأ، مش رخصة. التيمم رخصة عليه، ولكن يتوسع الأمر فيها بالنسبة للمسافر، بخلاف الحاضر الصحيح لا هو قطعة العين وما لقاش، هذا واجب عليه يروح يتوضأ بدون يتيمم بدون، ويصلي في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها وما يوخرهاش. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحيى. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يعني كما ذكرنا استقلالا ما يجوزلوش أنه إذا كان واحد ما عندوش الماء ما ينفلش، إلا إذا كان تبعا، إذا كان بعد الصلاة. أما قبل الصلاة ما يتيممش إذا كان حاضر صحيح. كذلك الجمعة ما يصليش، والجنازة كذلك ما يصليش إذا كان حاضر. أما إذا كان مسافر يدير كلش، يتيمم استقلالا سواء قبل الصلاة أو بعدها. ومثله المريض كذلك، المريض الذي يخاف إن استعمل الماء أنه يمرض والله يزيد أو يطول برؤه، فهذا يتيمم استقلالا، يتيمم للنفل استقلالا أو تبعا، ويتيمم للصلاة، ويتيمم يعني للجمعة، ويتيمم للجنازة. ولكن كل من يتيمم يصلي فرض واحد فقط، ما يصليش فرضين، يقولوا كانوا مع بعضهم كما ذكر. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض، نية الاستباحة يعني ينوي الصلاة بها ولا ينوي بها الحدث، كما سيذكر في النية. ينوي باش يصلي، ينوي باش يصلي، وما يهمش إذا نوى باش يصلي معه النافلة وراه ولا ما يهم. المسألة كذلك فيها خلاف، يعني الراجح فيها أنه يصلي نوى ولا ما نواش ما يهمش، ما دام نوى تيمم ونوى باش يصلي يقدر يصلي بعده الجنازة والنفل تبعا وإن لم ينوي. الفرض على الجمعة حاضر صحيح، حاضر إذا الحاضر يعني مش مسافر، مسافة القصر. أما إذا كان واحد قاطع 20 كيلو راه في حكم الحاضر، مش مسافر يعني هذا 20 كيلو ويرجع. أما هو مثلا رايح 200 كيلو والحق عليه الوقت على 20 كيلو، هذا في حكم المسافر. كل مسافة القصر السفر الشرعي هو 84 كيلو ما زاد عليها. أما قل منها ما يتسمىش سفر شرعي، يتسمى سفر لغوي فقط. الفرض للجمعة حاضر صحيح. ثم بدأ يتكلم عن الفروض. فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، هذه فرائضه. أولى الضربة فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طاهرة ووصل هذه ووقت حضرة. هذه ذكرها فيها 8، وإن كان هو يعني جمع بين الفرائض والشروط يهمش، لأنه مدام قاع شي واحد من الشروط تكون قبل الدخول في الشيء، قبل التيمم ولا قبل الدخول في الصلاة ولا قبل الوضوء. أما دخول الوقت مش من فرائض التيمم، مش من فرائض التيمم يعني اللي يديرها في وسط التيمم، وإنما هي ما دام دخل خلاص، هذا يعتبر من الشروط.
ووصله كذلك بالصلاة من الشروط مش من الفرائض، وإن كان هو عدهم من الفرائض ولكن لا يهم، لأن الشروط والفرائض نفس الشيء، ما عندهمش بحال اللي في الغالب أن الشروط مثلا كما نقول شروط الصلاة يعني قبل ما تبدأ في الصلاة لازم تكون محضر هذه الشروط. الفرض يجي من بعد، الفرض يأتي بعد الدخول. التيمم كذلك الشرط أنه يكون وقت الصلاة داخل، هذا شرط بلا ما يرتب، ولكن سنذكرهم بالترتيب. أول شيء هي النية. النية ما يتلفظش بها، يعني الجهل التلفظ بالنية. النية محلها القلب، سواء في الصوم ولا في النفل ولا في التيمم ولا في الوضوء، بالقلب، قلب فقط، قلب. بالكلام ما أمر محدث. ينوي باللي باغي يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، ينوي ذلك. وجاز لنا فروضه مسحوك وجها واليدين. النية. وذكر الصعيد كذلك من الشروط، الصعيد من الشروط وليس من الفرائض. وشنو هو الصعيد؟ التراب، الحجر، الطين، الملح إذا كان في مكانه، كل المعادن، معادن الذهب والفضة. الحوايج اللي ما يجوزلوش يتيمم عليها، هذا الفراش والكارلاج والصقلة البنتورة، كل ده تقع حجرة والبنتلة ما يجوزش. الحشيش كذلك، الحشيش ما يجوزش. الشجر، الخشب، كل حاجة منقولة من مكانها ما يجوزش. التراب مثلا، التراب يجوز يتيمم وإن كان منقولا. الحديد إذا كان في المنجم تاعو ما تحولش يجوز. وهكذا كل المواد الخام، إذا كانت في مكانها ما تحركتش يجوز له يتيمم بها. إذا تحولت خلاص ما يجوزش. الثلج يجوز التيمم عليه، يجوز، وإن كان هو ما يطيقش يتوضا به، وإنما خاصة في الثلج لأن الحال يكون بارد، يجوز التيمم على الثلج. وشنو هي الأمور كذلك اللي فيها لبس؟ لا. تقريبا هذه هي الأمور. خاص كاين اللي يتيمم على الكارلاج، وكاين اللي يتيمم على القالب، وكل لا يصح. وإنما الصعيد الطاهر مطلوب، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على الأرض، لا ينفع التيمم على غير ما ذكر، لا على حصير ولا على بلاط ولا على جير ولا على ايش، انما التراب الحجر، وافضلها التراب. افضل التيمم التراب يكون طاهر ما يكونش نجس. اذا كان نجس لا يصح، والله حجرا كذلك عليها نجاسه لا يصح التطهر بها. الصعيد. ثم النية كما ذكرنا، النية تكون محلها القلب، ما يتكلمش بها النية، ممنوع. محلها القلب، وينوي الصلاة فقط، ينوي الصلاة وما يهمش إذا تنفل بعدها. النية صاعد طهارة. أول شيء مسح الوجه، مسح الوجه مرة واحدة، وما يقعدش يتبع كما في الوضوء، وإنما يكفي غسلة واحدة، ولا يخلل شعرا سواء ظهرت البشرة من تحته أو لا، الجلد ظهر أو لا، وإنما مبني على التخفيف، ما يبقاش لا يحك ويعاود يحك، خطأ. حده وهو كالوضوء، من منابت الشعر المعتاد من أعلى الرأس وإلى آخر اللحية أسفل، والأذنين جنب. المهم يتجنب التكرار. هذا الفرض الثاني أو الثالث على قوله حسب الصعيد والنية. والضربة الأولى ما ذكرناهاش، ضربا خفيفا، وش الضربة يقعد يضرب وإنما يحط يده
وما يبقاش ثاني يمسح ويعاود يمسح ويعاود. خطأ. وإنما كلش مبني على التخفيف في التيمم، كل الأمر مبني على التخفيف، مسح. وإذا كان في التراب ما يدخلش ثاني كذلك أيدي، إنما يكفي وينفض نفضا خفيفا باش ما يدخلش في عين التراب، وهو أفضلها. ثم يمسح الوجه مرة واحدة بدون تتبع أسارير إذا كان لابس النواظر ينحي. ثم مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين، هذه قاع الفرائض. وإلا الضربة الثانية كاين ولكن من السنن ماش نحسبوه. ظل الكوعين لهنا حدد، ولكن الكوعين يدخل. يمسح يده ويخلل أصابعه، لأنها داخل محسوبة معهم على قول. الموالاة يدينهم مع بعضها، يعني مش يمسح على الصعيد ومن بعد يريح ويعاود يرجع، كل شورى بعضها. تيمم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.